الموضوع كمان اكبر من كده بكتير، وانا الحقيقه حابب افتح الموضوع اكبر من كده بكتير، وحابب الحقيقه ان انا استغل فرصه وجودكم كلها وان نقول ان هو الموضوع مش بس كده، الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعه. ما هي اكبر من كده. احنا بنتكلم في ارضيه ملاعب اصلا ما يعلم بها الا ربنا. خلينا بقى نقول نطلع عشان نعرف احنا عندنا بنيه تحتيه قويه، انما ملاعبنا وارض انا عمري ما سمعت حد كل شويه يقول لك غير البذره الشتوي، غير البذره الصيفي، غير البذره اللي ما اعرفش ايه. فانت عندك كم اعذار غير طبيعي جدا جدا. طيب علاقه بالجو يا ابراهيم؟ لا معلش بس سيبني اقول بس كل اللي في نفسي وبعدين. في اوروبا الجو وحش. لا في اوروبا ايه ده؟ في اوروبا وفي روسيا وفي كل حته في العالم انا ما بسمعهاش. انا شايف ارضيه ملعب بساط في كل حته وفي كل مكان، فانا بالنسبه لي دي اعذار انا مش عايز اسمعها. هتقول لي اصل الملعب ده مضغوط عليه، برضه مش قصتي انا مش قصتي. انا راجل في الاول وفي الاخر بشوف بعيني، انا عايز منتج قوي. المنتج بتاعي القوي انت ملزم حضرتك ان انت تقدم لي منتج قوي. المنتج القوي بتاعي ده اللي هو الدوري المصري، اللي انا وانت وكلنا مؤمنين ان هو طلع نجوم واحنا محليين وكنا جامدين. انا بسالك سؤال وعايز اجابه، هل انت شايف الدوري المصري مفرزه دلوقتي؟ مطلع موهبه يا باشا؟ خلاص خلصت. احنا ماسكين، انا اسف جدا جدا، عايز تعرف احنا في انهي ليفل في الكوره؟ خليك واقعي وصريح. عبد الله السعيد 40 سنه مفيش حد شبهه. عبد الله السعيد راح نادي الزمالك اشتراه عشان مفيش حد شبهه. هل حد هيختلف على ده؟ بدور يا باشا على المواهب، مفيش مواهب. طب تعالى بقى اعمق لك الموضوع اكبر من كده عشان احنا بنتكلم بصراحه. طب هو الاكاديميات اللي في الشوارع ديت محدش بيشرف عليها ولا حد بيراقبها؟ ولا القطاعات اللي بيجي يقول لك انا داخل استثمار او هبش لي فرقه من الفرق اللي موجوده في الانديه ويقول لك ده استثماري؟ اللي معاه فلوس 30,000 جنيه يتسجل ويلعب وهو رجلين الاتنين شمال، يغطي السواد الاعظم في مصر، يغطي السواد الاعظم في مصر. فانت اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب، ابن اللي معاه فلوس بيلعب، واللي معهوش فلوس وموهوب مش عارف يلعب. هطلع انا واحد زي شيكا ازاي؟ شيكابالا اللي جه من اسوان عاش تحت اوضه اللبس في زموره عشان يبقى النهارده هو شيكابالا، هطلعه ازاي؟ ما هي الكوره في الاول في الاخر فيها منطق وفيها عقل. انت بتحط معطيات عايز توصل لحاجه، فتعال يا باشا اتفرج على الاكاديميات واتفرج على التهريج اللي بيحصل. مين بيراقب ومين بيشوف ومين بيقول ده ينفع يتعمل وده ما ينفعش يتعمل؟ مين؟ مفيش.